يا إخوتي الأحباء، رسالة أخرى يقدمها لنا مسيحنا القدوس: لا تحتقر الصغار، لا تحتقر أحد هؤلاء الأصاغر أبدا، ولعلك لا تحتقر أنت نفسك أولا. بولس الرسول يقول إيه؟ لا يستهن أحد بحداثتك. وأول واحد ما يستهنش بحداثتك هو نفسك، تستهونش بنفسك. عجبني أحد الشباب الهمام كتب قال كده إن أنت ما معناه يعني لا تحزن ولا تخاف، فالأنبياء رعوا الغنم ثم قادوا الشعوب. شعور حلو. شجع نفسك، تشجع وتشدد مهما يكون عندك قليل. ربنا بيحب القليل ده، يقول لك لست الصغرى، لست الصغرى. وأيضا شجع اللي حواليك، شجع زميلك، شجع أختك، شجع بنتك، شجع صاحبك، شجع ابنك، شجع أبوك، شجع اللي حواليك. هذه هي روح الميلاد. روح الميلاد ليست في الأكل الفطار اللي هناكله بعد شوية، ولا في الملابس الجميلة اللي لابسينها، ولا في العيديات اللي نتبادلها، ولا التهاني، ولا عبر التواصل، وسائل التواصل الاجتماعي، البوستات اللي بنبعتها. لكن رسالة الميلاد لك ولي في هذا العام: لست الصغرى، لست الصغرى، لإلهنا المجد الدائم أبديا. آمين.